لا يوجد بها مكان للحظ. لو سار كل شيء على ما يرام فأنت لم تلاحظ الخطأ، أي أنه ليس على ما يرام كما تظن، وهناك مصيبة كامنة تنتظر أن تقع، فاحذر مما هو آتي إليك لربما تكون النهاية. مرحبا فيكم فيديو جديد. كيفكم؟ شو أخباركم؟ طمنوني عنكم. كويسين يعني؟ اللي لسه ما خلص امتحاناته يقوم يكمل دراسته ويرجع يحضر هذا الفيديو بوقت ثاني، أما اللي خلص امتحاناته فيركز معي باللي راح أطلبه منه. قوم حضر كاسة قهوتك المزبوطة عشان تصحصح معي، وبعد هيك روح على غرفة هادية وبعيدة عن كل اللي حواليك بالبيت، وأهم إشي اطفي الضوء كمان، وبعدين حط السماعات بذنيك عشان عقلك ما يتوه مني من كثر الكلام، لأنه اللي راح نحكيه أنا وياك اليوم إشي كبير جدا. وهسه يا معلم انت وياها خلونا نحط اللايك بإصبعنا الصغير وناخذ نفس عميق ونطلعه من جواتنا بكل هدوء، وسلمني ذانك عشان أسمعك كل إشي صار. في البداية خلينا نعرف انه اذا سقط العقل والمنطق اذا سقط الدين واليقين بالله، وهذا الحكي لو طبقته على حياتنا راح تكتشف انه اي حدا بفقد كل اللي حكيته هسه بصير انسان عديم الانسانية والاحساس، بمعنى اصح بصير حيوان على هيئة بني ادم، وهذا هو نفس الشخص اللي راح تشوف منه كل اشي سيء بحياتك. الكارثة بلشت يوم وقفة عرفة سنة 2024، وقت ما العالم كان بيشهد قصة مرعبة جدا مع اللي أنا وإنت عارفينه كويس. وإحنا كنا بيوم عرفة بليلة العيد، جمعتني قاعدة هادية زي كل سنة مع اثنين من أصحابي، أحمد فراج وعبد الله درغام. وعشان نختصر الكلام بيننا خلينا نحكي عنهم فراج ودرغام. الاثنين كانوا جيراني بالشارع وعشرة عمري. كنا سهرانين ببيت صاحبي أحمد فراج، لأنه وقتها ما كان في قهاوي فاتحة، كنا جايبين بلاي ستيشن وسهرانين عنده، معانا شوية مكسرات ومستلزمات السهرة يعني. المهم من الأهم سهرتنا ما مر عليها نص ساعة وما قدرنا نكملها للأسف هداك اليوم، وهاد لسبب واحد إنه عمي جابر درغام أبو صاحبي عبد الله اتصل فيه وقتها وسأله أنت وينك؟ فحكاله عبد الله إنه قاعد وسهران معنا، فطلب منه طلب غريب كثير وحكاله بالحرف جيب أصحابك الاثنين وتعالوا اسهروا هون. وعن جد انا واحمد فراج استغربنا كثير وقتها، لانه من سابع المستحيلات عمي جابر يخلينا نقعد في بيته. انت مش فاهم، عبد الله مفهم ابوه انه انا واحمد فراج اللي بنشرب مش هو، الله يسامحه يعني. المهم عبد الله حكى لنا وقتها تعالوا اسهروا عنا، فبلش انه يجمع اغراضه وطلع، وانا وفراج بلشنا نجمع اغراضنا، جهاز البلاي ستيشن والاشياء اللي كنا جايبينها معنا عشان نتحرك ونروح على بيت عمي جابر درغام ونسهر هناك. مع اني انا وفراج كنا حاسين بإشي، وهو انه مكالمة عمي جابر ابو صاحبنا عبد الله وراها إشي، هاد الزلمة بده ايانا بمصلحة، شو هي الله اعلم. وبس جمعنا اغراضنا وطلعنا على بيت صاحبنا عبد الله. وصلنا البيت بالطابق الارضي، وانت داخل من باب البيت بتلاقي غرفة صغيرة على يمينك، وهاي هي الغرفة اللي فتح لنا اياها عبد الله وقعدنا فيها. فحطينا فيها الاغراض وشغلنا جهاز البلاي ستيشن وزبطنا الامور وقعدنا وقتها عشان نبلش سهرتنا. بس واحنا قاعدين انا واحمد فراج بنطلع على بعض من تحت لتحت ومش فاهمين شو القصة، وقاعدين بنستنى عشان نفهم ونعرف شو اللي قاعد بصير. وبعد هيك اتفاجأنا بشخص دخل علينا الغرفة، وهذا الشخص بيكون ام صاحبنا عبد الله، فكانت داخلة علينا بصينية العصير ورحبت فينا، فسلمنا عليها وقعدنا. بس صار اشي خلاني انا وفراج نطلع على بعض باستغراب، لانه ام عبد الله
الله حطت العصير وسلمت علينا وقعدت معنا. فهذا الاشي إن دل فيدل على انه في اشي غلط، وكان نفسنا انا واحمد نسأل عبد الله شو القصة ومالها امك قاعدة معانا هيك. وقتها عبد الله حس انه انا واحمد كنا متوترين ومش على بعضنا، فراح عند امه وسألها وين الحج، وردت عليه وحكت له اطمن هيو نازل من فوق ثواني. وانا وفراج اطلعنا على بعض بابتسامة بتدل على شو هاد يا جماعة، بس وقتها ضلينا ساكتين وهادين لحد ما نفهم الموضوع. وفعلا بعد لحظات سمعنا حدا نازل عن الدرج وبعدين دخل علينا الغرفة، وكانوا اثنين وقتها، محمد درغام وهو بكون الاخ الاكبر لصاحبنا عبد الله، وابوهم جابر درغام، وسلموا علينا انا واحمد فراج وقعدنا احنا الستة. انا وفراج كنا قاعدين جنب بعض، وعبد الله وباقي العيلة قاعدين هم الاربعة مقابلنا بالجهة الثانية، وكانوا بيطلعوا علينا بنظرات فيها ابتسامة ومش مفهومة. وتحول عدم فهمنا انا وفراج للموضوع لرعب وتوتر، في اشي مش مزبوط قاعد بصير، لحد ما بدأ عمي جابر درغام بالكلام وحكى اسمعوا انا ما رح اطول عليكم الحكي، بس انا بعرف انكم اقرب اثنين لعبد الله ابني، وهو اللي بنفسه اللي حكالي عنكم وحكالي انكم محل ثقة. فاطلعت على احمد فراج وما كنا فاهمين شو يعني، وبعدين لفيت وجهي على عمي جابر وحكيت له الله يخليك يا عم جابر بس معلش على السؤال في اشي. ولقيت صاحبي عبد الله برد علي وقتها وبيحكي كل خير يا اسامة ما تقلق، الحج بده اياكم باشي بسيط. وقتها اطلعت على احمد فراج ومستغرب من اللي قاعد بصير، لحد ما كمل عمي جابر كلامه وحكى زي ما حكالكم ابني عبد الله كل خير، جيتكم هاي وقعدتنا مع بعض رح تفتح علينا باب من ابواب النعيم، انت واللي معك كبرتوا وخلص لازم تفتحوا بيوت، وانا رح اساعدكم بهذا الاشي. فانا بصراحة يا جماعة الخير بلشت اقلق من حكيه، وحسيت انه بده ايانا نسرق له اشي، لحد ما بدأت ام عبد الله انها تتكلم وقطعت حبل تفكيري وحكت مالكم يا ولادي الموضوع بدوش تفكير بل بده تنفيذ وبأسرع وقت. فاطلع عليها احمد فراج وحكالها شو اللي بده تنفيذ يا حجة، وانا واسامة مش فاهمين اشي فياريت تفهمونا كل اللي قاعد بصير. فنطق عمي جابر وحكى الموضوع اللي بدنا اياكم فيه هو. وقتها يا جماعة الخير قاطعته ام عبد الله وحكت مالكم يا شباب مش حكالكم عمكم جابر انه راح يفتح لكم باب من ابواب النعيم، ليش قلقانين؟ فحكينا احنا مش قلقانين كثير يا حجة بس بدنا نفهم. فبدأنا انا واحمد فراج نفهم ايش سبب وجودنا في البيت هون. فبلش عبد الله وقتها يتطلع على ابوه عمي جابر، وضلوا الاثنين بيطلعوا على بعض بنظرات ما فهمناها. وبعد هيك عمي جابر قام وحك راسه ولف وجهه علينا وبلش انه يترك مكانه وحكى يا عبد الله جيب اصحابك الاثنين وتعالوا وراي. ولقيت عبد الله وقتها بحكي لنا يلا قوموا، فاستنيت الكل يطلع وسحبت عبد الله من ركبته وانا معصب عليه وحكيت له ايش القصة بالضبط فهمنا ايش اللي قاعد بصير. فابتسم لي وحكالي اهدوا صلوا على النبي يا جماعة، والله العظيم ما في اي اشي، بالعكس الموضوع حلو كثير وفرصة ومصلحة إلنا كلنا، وبطلوا غباء وما تخافوا وتعالوا معي لانه ابوي بده يورجيكم اشي. فطلعنا انا وفراج على بعض وحكينا خلص تعال ورجينا خلينا نفهم شو سبب هالقعدة وشو اللي وراها. وبلشنا وقتها نتحرك ورا عبد الله، وعبد الله بدأ انه يتحرك فينا لجوا بالطابق الارضي، وضلينا ماشيين وراه لحد ما وصلنا لاخر غرفة بهذا الطابق، وكان واقف هناك عمي جابر وباقي العيلة. فقربنا منهم وقتها ولقينا عمي جابر واقف وبستنى فينا، فحكاله فراج يلا هسه فهمنا. فابتسم عمي جابر وحكى حاضر رح افهمك، لكن قبل كل شيء لازم تفهموا اشي، اللي رح تشوفوه هسه اياكم انه حدا يعرف عنه اي اشي، ولولا اني متأكد من اختيارات ابني لاصحابه ما كان دخلتكم لهالمكان ابدا. وقتها حكيت له يعني شو في هون يا عمي جابر منجم ذهب مثلا؟ فابتسم وحكالي لا ما في مناجم ذهب ولا اي اشي، اللي هون اكبر بكثير من اي منجم ذهب
شفته بحياتك. وانا وفراج بلشنا نطلع على بعض بنظرات كلها خوف. فبلش عمي جابر انه يدخلنا لجوا الغرفة، فلقيت الغرفة فاضية وما فيها غير ورق كرتون مفروض على الارض. وبلشت عن جد احكي: عمي جابر وين اللي بتحكي عنه انه اكبر من منجم الذهب؟ انا شايف غرفة فاضية. فلقيت عمي جابر ابتسم وبلش ينزل على الارض ورفع الكراتين اللي كانت مفرودة. وهون يا جماعة الخير اتأكد اللي جواي، واتطلعت على احمد فراج واتطلعنا على الارض واحنا مصدومين. وبعدين لفينا وجهنا على عمي جابر، لقيناه بتطلع علينا بابتسامة وبيحكي: مش حكيت لكم اني راح افتح لكم باب من ابواب النعيم؟ وقتها اتطلعت عليه وحكيت له: باب من ابواب النعيم يا عمي جابر؟ بل فتحت لنا باب من ابواب الجحيم، انت بتنبش عن الاثار تحت بيتك يا عمي جابر. بيوم عيد الأضحى بالليل كنت قاعد ببيت صاحبي أحمد فراج، وكان صوتي عالي وقتها لأني كنت متخانق معاه، لأنه وقتها رحب بفكرة عمي جابر. فاطلعت عليه وقتها وحكيت له: لو انمدت إيدينا على إشي زي هيك فبإيدينا راح نودي حالنا للهلاك. انت ما بتعرف حجم المصيبة اللي بدك تشارك فيها يا فراج. أنا وإنت ما بزبط إن ندخل بهذا الموضوع من الأساس، وإنت بتعرف شو راح يكون العقاب إذا إيدنا انمدت على إشي زي هيك. فرد علي وحكالي: شو يعني كلبوش؟ فحكيت له: لا كلبوش شو يا حبيبي، يا ريت لو كانت إنه ننمسك وننحبس، كان أحسن بكثير من إنه أرواحنا تطلع جوا بيت درغام. فاطلع علي وحكى: بمعنى؟ فحكيت له: بمعنى أنا وإنت برا كل هاي القصة. وفراج صفن فيي وسكت شوي، وبعدها حكى: تمام يا أسامة، خلص انسى الموضوع. فقلت له: فراج بتمنى انك انت اللي تشيل هالموضوع من راسك. فاطلع فيه وحكى: اصلا لو انت حسبت لها يعني والله راح تلاقيها فرصة حلوة كثير إلنا الاثنين. فرديت عليه وحكيت له: فرصة ايش؟ انت غبي. واسمع نصيحتي لوجه الله، وقف سيرة هالموضوع نهائيا. فحكى: خلص يا أسامة الموضوع انتهى. فرديت عليه وحكيت له: لا ما خلص يا فراج، بدي اياك يا صاحبي توعدني انك ما تفكر بهالموضوع مرة ثانية وتنسى هذا الموضوع للأبد وتسكر عليه وما ترجع تفتحه أبدا. وأحمد اطلع علي وأخذ نفس عميق، وبعدها حكى: وعد يا أسامة. انتهى الكلام. وبعدها روحت وطلعت من بيت أحمد فراج على بيتي، وأنا ماشي بالشارع بفكر وبقول: هذا الصح اللي عملته، كان لازم من البداية أرفض وأحكي لعمي جابر لا، وما بصير إن نشارك بجريمة زي هاي. هو كان بده إيانا نساعده ونطلع الآثار اللي مدفونة تحت بيته. أنا رفضت لأني عارف شو راح تكون نهاية هذا الموضوع، بس عقلي وقتها وأنا ماشي كان بيحكي لي: كيف بتفوت فرصة زي هاي؟ أحمد فراج صاحبك معاه حق، أنت لو شاركت بهاي القصة راح تصير بمكان أحسن من القرف اللي أنت عايش فيه. ولقيت عقلي برد على نفسه: لا أنت عارف إنه هاي الحتوتة ما بتخصك وإنه آخريتها الموت. أسامة دار درغام من زمان بركضوا ورا المشاكل وقصصهم كثيرة، فمش رح يفرق معهم أي إشي ممكن يصير. أما أنت يا أسامة رح تفرق معك، أهلك محتاجينك وأنت لسه صغير على الموت. أسامة نسيت عمك واللي صار له من ورا الشغلة هاي؟ أسامة هاد الطريق مش إلك. وفعلا لقيت الموضوع اتسكر بالنسبة إلي. لما وصلت بيتنا قعدت بالصالة، وقتها لقيت امي طالعة من غرفتها وبتحكي لي: أسامة اعمل لك اكل؟ فقلت لها: لا ما إلي نفس. فهي استغربت من شكلي اللي كان مش على بعضه، واجت وقعدت جنبي وحكت لي: مالك يا أسامة؟ فقلت لها: والله ما في اشي. فاطلعت فيي وحكت لي: عيني بعينك. فانا ابتسمت وقتها وقلت لها: اطمني والله ما في اي اشي. فطبطبت علي وسكتت. ضليت ساكت شوي، وبعدها رفعت راسي باتجاهها وحكيت لها: قولي لي هيك يا حجة، هو بيتنا هاد ممكن يكون تحته أثار؟ فطلعت فيي وضحكت وحكت لي: ليش ناوي تتاجر بالمساخيط؟ فقلت لها: مش غلط والله بفكر، لأنه ممكن نهب على وجه الدنيا. وقعدنا نضحك وقتها. فحكت لي: طيب اهدى يا أسامة، بس يا ابني على العموم إذا بدك إجابة على سؤالك في أثار تحت بيتنا. فقلت لها: وانتي ايش دراكي؟ لا تكوني دلالة وأنا معيش خبر. فضحكت وحكت لي: لا يا سيدي مش دلالة، بس عارفة منيح شو قاعدة بقول، لأنه اللي صار
زمان هون بالمنطقة يا أسامة خلى الكل يعرف قيمة هاي المنطقة اللي احنا قاعدين عليها. فاطلعت فيها وحكيت لها ايش اللي صار زمان، فحكت لي سيبك مش مهم. فقلت لها شوقتيني اكثر، احكي لي، ما انت بتعرفي فضولي. فاطلعت فيه وحكت محروس بديعة، واحد من اهل المنطقة اللي كانوا ساكنين هون زمان قبل ما احنا نيجي ونسكن فيها، وكان عنده اسرة وإله حياته وبيته وعايش هون. وبيوم من الايام اجا واحد غريب على المنطقة، ويقال انه كان دلال، واجا على المنطقة هون وحكى لكل اهالي المنطقة انه تحت بيوتهم عمرانة بالخير. وقتها الناس خافت وما حدا صدقه، لانه وقتها الناس كلها كانت عارفة عن القصص والحواديت اللي بتطلع عن النبش عن الاثار، وعشان هيك الناس كانت خايفة، وكل الناس كانت خايفة الا شخص واحد. وقتها ضحكت لها وحكيت لها محروس بديعة صح؟ فحكت لي الله ينور عليك، محروس بديعة يا ابني في هداك الوقت قرر انه ينبش عن المدفون تحت بيته وبمساعدة هذا الدلال. فقلت لها طيب هو لقى اشي فعلا؟ فردت علي وحكت لي يا ابني لقى الخراب مستنيه تحت بيته. انا ما بعرف يا ابني اللي قالوه وقتها كان حقيقة ولا لا، بس انا شايفة انه على الاغلب حقيقة، لانه هاد نفس اللي كنا بنسمعه زمان بالحكايات اللي بتحكي عن كل الناس اللي فكرت انها تنبش عن الاثار. فحكيت لها هم شو قالوا عن محروس بديعة يعني مش فاهم. فحكت لي انه زمان قالوا انه محروس بديعة الرصاد طلب منه طلب. وقتها قاطعتها وحكيت لها الرصاد اللي هو حارس المقبرة صح؟ يعني اكيد طلب منه دم حدا صح؟ فصفنت فيه وهي جدا مصدومة. فقلت لها كملي ما انا عارف هاي القصص. فحكت لي بالضبط هيك زي ما انت قلت، بس وقتها اللي انطلب كان شخص بمواصفات معينة وبسموه المختار. فقلت لها طيب محروس بديعة ايش عمل وقتها؟ فسكتت شوي وقامت من مكانها وكان مبين عليها علامات الرعب والخوف. فقلت لها مالك في اشي؟ فلفت وجهها علي وحكت لي محروس بديعة يا ابني قتل ابنه الوحيد لأجل انه يطلع المدفون تحت بيته. وقامت من مكانها وهي بتعيط. بلشت اصفن بالفراغ وعقلي بلش يرجع ويحكي لي صدقت يا أسامة انك اخترت الطريق الصح. اللي طلبوا منك جابر درغام لازم ولابد انه ينتهي بنفس نهاية عمك وكمان نهاية محروس بديعة زمان، وانسى الموضوع وصدقني لانه هاد لمصلحتك. وفعلا يوميتها قررت اني انام وانهي الموضوع. وبعد ما خلص العيد رجعت لشغلي، وهذا اليوم سبحان الله من اول ما بدأ والمشاكل نازلة علي زي الرز. ما راح انسى هذا اليوم حرفيا. تليفوني خرب وقتها وصارت معي مشكلة بالبيت، واللي زاد الطين بلة اني عملت مشكلة كبيرة بالمحل اللي كنت بشتغل فيه، وصار بيني وبين صاحب المحل خلاف. وعلى اخر اليوم كنت صفيت حسابي معه رغم انه اللي بيننا كان عشرة 4 سنين شغل مع بعض. يا سيدي نصيب وبالاخر بدنا نرضى فيه. وخلص اليوم وقتها وكنت بطريقي للبيت عشان انهي هذا اليوم الاسود وانام. بس وانا رايح على البيت قابلت حدا، وهذا الحدا كان عبد الله درغام. فقابلته بالصدفة قريب من المنطقة اللي انا ساكن فيها، وروحنا مع بعض. بس واحنا بالطريق كان بلمح على الموضوع اياه، وانا ما كنت معطيه اي وجه او حتى اهتمام للموضوع. وكل ما يفتح الموضوع انا بسكره لحد ما وصلت عند بيتنا، وعبد الله ساكن جنبي بكم بيت جوا الشارع. سلمت عليه وبلشت اني افتح باب بيتنا عشان ادخل، ولسه بدي ادخل البيت اللي هو قاعد بنادي علي وبقول لي اسامة برضو مش ناوي. فطلعت له وحكيت له لا يا عبد الله مش ناوي، حقك علي والسكة هاي مش سكتي، وبنصحك نصيحة لوجه الله واقنع ابوك انكم تبعدوا عن هذا الموضوع لانه نهايته بشعة. فهز راسه وحكالي ماشي انت الخسران على فكرة. فقلت له لا بالعكس انا الكسبان بهذا الموضوع، وايش راح اكسب؟ راح اكسب روحي. فاطلع علي وحكالي روحك؟
تمام يا أسامة. وبلش يمشي ويتحرك باتجاه بيته، وأنا فتحت الباب ودخلت، ولسه بدي أسكر الباب لقيته بينادي علي، وفتحت الباب وحكيت له في إشي، فحكى نسيت إني أقول لك على شغلة مهمة. فحكيت له شغلة مهمة، شغلة إيش يعني؟ فبلش إنه يقرب علي وميل راسه على ذاني وحكالي بصوت واطي: صاحبك صار له يومين شغال معنا، وانت خليك هيك يا أسامة. وصفنت فيه وحكيت له: صاحبي مين؟ فرد علي وحكى: ايش مالك؟ صاحبنا احمد. وانا من الصدمة دخلت البيت وسكرت الباب، وضليت واقف ورا الباب وصافن ومش مصدق، لانه احمد فراج وعدني انه ما راح يروح، فكيف عملها وراح؟ ضليت واقف وسرحان لحد ما لقيت عقلي بقول لي: انت عملت اللي عليك يا أسامة، ونصحته وهو ما عمل بنصيحتك، وكل واحد لازم يتحمل عواقب اختياراته يا أسامة، واحمد فراج صاحبك هو اللي اختار هيك. روح نام يا أسامة، روح نام. وقتها فعلا أمنت باب البيت وطلعت على غرفتي وقعدت على تختي وحطيت راسي على مخدتي وحاولت أنام، لكن معرفتش أنام. والليل كله كنت سرحان بس بشغلة واحدة، وهي إني أنا ما بصير إني أضلني هيك، ولازم إني أشارك باللي قاعد بصير، مش فضول ولا حتى حبا بالكنوز اللي راح تطلع، لا، أنا راح أشارك معهم عشان أحاول أوقف الكارثة اللي راح تصير في بيت عمي جابر درغام. وباليوم الثاني بعد ما الليل حل على المنطقة اللي إحنا فيها، قررت إني أنزل من بيتي على بيت عمي جابر درغام بدون ما حدا يلاحظ من أهلي. ولما وصلت بيت عمي جابر درغام طبلت على الباب كثير بس ما حدا فتح لي الباب، فقررت وقتها إني أرجع من حيث أتيت. ولكن باب بيت عيلة درغام انفتح وطلع منه عمي جابر درغام، وبدأ انه يتطلع على الشارع ويتلفت يمين ويسار وهو خايف. واول ما شافني ابتسم وبدأ انه يأشر لي، فبدأت اني اتحرك باتجاهه ولقيته قاعد بتطلع على الشارع يمين ويسار. وبعد هيك دخلني على البيت وبدأ انه يسكر باب البيت بالترباس، ولف وجهه علي وحكالي: كنت واثق انك رح تيجي، ويا أسامة صدقني انه ما حدا بيضيع فرصة زي هيك من ايده، وانا عارف كويس انك ذكي يا أسامة. وبعد هيك يا جماعة الخير بدأ انه يأشر لي جوا، فبلشت اني ادخل. واول ما دخلت جوا الطابق الارضي لقيت تراب كثير مرمي على الجناب وريحة التراب معبية المكان. بلشت ادخل بهدوء وانا بتطلع حوالي، وكان في صوت جاي من الغرفة ما غيرها تبعت الحفر. ولما وصلت الغرفة لقيت هناك عبد الله درغام واخوه الكبير محمد، وكانوا بيطلعوا التراب من الحفرة وبعدين بنقلوه على الصالة، وبالحفرة تحت كان في صوت حفر. وقتها عبد الله لما شافني ابتسم وحكى: هاد هو أسامة اللي أنا بعرفه. ولقيت صوت من وراي بيقول: أسامة جدع يا عبد الله وذكي. فاطلعت وراي ولقيته عمي جابر، وعطاني العدة وحكالي: يلا خلينا نشد الهمة يا بطل. فأنا أخذت منه العدة وبلشت إني أقرب من الحفرة اللي عن جد خلتني أدوخ من عمقها. كانت حفرة كبيرة جدا وبتنزل لها بسلم خشب متهالك، وكان في لمبة أو لمبتين معلقين تحت، وأحمد فراج كان بحفر بكل طاقته تحت. فعمي جابر نادى عليه وحكاله: يا ابو حميد اشتغل على مهلك ولا تتعب حالك كثير. واحمد فراج رفع راسه باتجاهنا فوق ولقاني بوجهه، وقتها حرفيا وجهه انقلب لدرجة انه ما كان عارف ينطق بكلمة وقتها. فسألت عمي جابر شو اعمل، فحكالي: يلا يا معلم ايدك والهمة مع ابو حميد تحت، وشدوا ايديكم يا شباب بدنا ننجز قبل ما الناس تصحى. فهزيت راسي وحكيت له: تمام عمي جابر. وبلشت اني انزل لتحت. نزلت من السلم اللي كان راح يوقعني حرفيا من كثر ما هو متهالك. وصلت الحفرة تحت وبلشت اطلع حوالي على المي اللي محوطيتني من كل اتجاه اللي كانت طالعة من التراب، وغير هيك ريحة التراب اللي كانت بتكتم النفس. فبلشت اني اشوف وين راح احفر، بس وقتها احمد فراج مسكني من ايدي واتطلع فيي، فانا تجاهلته وبلشت اني اشتغل. ولقيته سكت مش عارف شو بده يحكي، وكمل حفر هو كمان، لحد ما بلحظة وقف حفر وبدأ انه يحكي لي: أسامة. فقلت له: ولا كلمة، بديش اسمع اي اشي منك. فهو سكت ورجع يكمل حفر، وكملنا حفر شوي. وبعدها لقيته ماسك العدة اللي بايده وبدأ انه يرميها على جنب،
وقتها اجى علي وحكالي هو انت يعني عاجبك حالنا هيك؟ شوف اهالينا كيف عايشين، مش ممكن هاد اللي احنا قاعدين بنعمله يا اسامة يخليهم بمكان افضل ويخلينا نرتاح من التهزيء والقرف والشغل عند الناس. فانا تركت اللي بايدي ولفيت حالي عليه وحكيت له هو اللي احنا بنعمله هاد هون رح يخلينا بمكان افضل؟ فحكالي وطي صوتك يا اسامة مشان الله، وبلش انه يتطلع لفوق ويتأكد انه ما حدا اخذ باله، وقرب مني وبصوت واطي حكالي اسامة انا عارف انه هاد اللي انا قاعد بعمله غلط، بس يا اسامة الفرصة ما بتيجي مرتين بالحياة. فقلت له هاد مش كلامك على فكرة، هاد كلام الشيطان اللي فوق اللي اسمه جابر. فحكالي وطي صوتك يا اسامة، وبعدين هو انت ما حدا ضربك على ايدك عشان تيجي. فاطلعت فيه وحكيت له تصدق وتآمن بالله انه معك حق، انا فعلا ما حدا ضربني على ايدي عشان اجي هون، بس انت بتعرف كويس ايش اللي جايبني هون. اللي جايبني هون هو خوفي عليك يا احمد. فاطلع علي وهز راسه وحكالي تمام يا اسامة تمام، لو بتحبني عن جد خلينا نكمل هاي المصلحة ونطلع منها باشي يخلينا نوقف على رجلينا يا اسامة. فراح وناولني العدة وحكالي اشتغل يا اسامة اشتغل، لازم نخلص قبل الفجر. فصفنت فيه وحسيت انه ما في امل اني اقنع هذا الانسان، وكملنا حفر.